رقم واحد، كل مرة العلاقة بتبقى حلوة فجأة تلاقيه يختفي كده من غير سبب مع إن العلاقة كويسة، ولما يرجع بيتصرف كأنه عادي جدا مفيش أي حاجة حصلت. رقم اتنين، يسيبك شايفاه على السوشيال ميديا بس ما بيتواصلش، كأنه بيقولك كده بصي إن هو لسه موجود يعني بس عشان أنت تفضلي متعلقة بيه لكن ما بيتواصلش. رقم تلاتة، كله غلط وليه عنده مبرر وكل تصرف مؤذي بيطلعك أنت السبب فيه. رقم أربعة، لو قررتِ تاخدي موقف أو تزعليه يحسسِك إنِّك أنتِ أنانية أو إنِّك ما قدّرتيش ظروفه، فيخلّيكِ تكسري موقفِك أو زعلِك بنفسِك. رقم 5، مش بيهاجمِك، بس دايمًا بيدّي ملاحظات صغيّرة كده تكسرِك على المدى الطويل، زي مثلًا يقول لِك أنتِ حسّاسة أوي على فكرة، هو أنتِ لسه زعلانة من اللي حصل ده؟ وكإنه بيسخّف من تفكيرِك ومشاعرِك. رقم 6، مش بيمنعِك عن حاجة بشكل صريح، لكن بيوصّل لِك إحساس كده أو بيدّيكِ إحساس إنِّك لازم تستأذنيه في كل حاجة أنتِ بتفكّري تعمليها، علشان يقعد يحاسبِك عليها، فتحسّي إنه أنتِ ما لكيش حق ولا رأي في حاجة. رقم 7، ما بيفرحش لمّا بتعملي حاجة كويسة، يقلل منها علشان يدّيكِ إحساس إنِّك أنتِ ما قدّمتيش حاجة جديدة، أو إنِّك حققتِ فعلًا نجاح يستاهل التقدير. رقم 8، بيهتم بس لمّا بيحس إنِّك بتبعدي، لكن أول ما ترجعي له مرّة تانية تحسي مشاعره بردت تاني. رقم 9، أنتِ دايمًا محتاجة تفسّري وتبرّري وتهدّي وتوازني، فأنتِ حاسة إن العلاقة دي محتاجة منِّك مجهود طول الوقت.